السلام عليكم اخوتي واخواتي، مرحبا بكم اليوم في حلقه جديده من حلقات الشاف نور ديال كوكينغ. اليوم ان شاء الله وزع الطلب العديد من الاخوات اللي طلبوا مني انني نقدم لهم طبوط صغير كيجي رائع وناجح 100%. ان شاء الله تجربوا ينال الاعجاب ديالكم. يمكن لكم تعمروه بحشوات باردين اولا سخونين اولا مالحين اولا حلوين، داكشي كيبقى على حسب الاختيار. ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم الحلقه ديال اليوم، وكما العاده الا عجبتكم ما تنسوش ديروا جيم الفيديو، اشتركوا في القناه اللي ما مشتركش باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. دابا غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير على بركه الله غادي نحتاجوا 400 غرام ديال الدقيق الفورس او الدقيق الابيض، ثم كما كتشوفوا 400 غرام. عندي 200 غرام ديال الدقيق الفينو او دقيق القمح الاصفر، دقيق الفينو استعملت 200 غرام بهذا الشكل هذا. عندي كذلك الملحة تقريبا قبصة ديال الملحة للتنسيب. عندي كذلك معلقة كبيرة ديال الخميرة، أنا استعملت خميرة حبيبات عفوا، اللي عنده خميرة ديال العجين يستعملها. عندي كذلك معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة، وعندي مدافي باش غادي نعجنو. دابا على بركة الله غادي نشوفوا طريقة التحضير. في إناء أولا في العجانة غادي نديرو الدقيق الأبيض أولا الفورس، وغادي نديرو الدقيق القمح الأصفر، غادي نزيدو الملحة بهذا الشكل هذا، غادي نزيدو معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجينه. المهم كنزيدو كلشي بمره واحده، معلقه كبيره ديال السكر، وغادي نديرو الماء باش غادي نعجنو. فالسر ديال النجاح ديال العجينه ديال البطبوط ان العجينه ديالته خاصها تكون مطلوقه، يعني ما تكونش قاصحه. راه بالنسبه للسيدات اللي كيديروا العجينه تكون قاصحه راه ما كيجيهمش البطبوط ديالهم ناجح، والعجينه تكون مخدومه مزيان يعني مدلوكه. الناس كما قلت لكم اولا السيدات اللي ما كينجحش لهم البطبوط راه كيديروا العجينه تكون قاصحه، من الاحسن يديروها تكون يعني ما ميها ما، يعني نتوما كما كتشوفوا الشكل ديالها كيداير، هانتوما يعني راه متوسطه ما قاصحه ما سميتو. صافي طبعا بركه الله غادي نغطيها بلاستيك غذائي نخليها واحد 10 دقائق عاد ندوزو باش نشكلوا البطبوط ديالنا. بعد ما كدوز 10 دقائق انتما كما كتشوفوا العجينه ديالنا كي كتولي يعني كترتاح وكتسهل اننا الخدمه ديالها. كنرشوا سطح العمل بشويه ديال الدقيق بهذا الشكل هذا، وكنلوحوا العجينه ديالنا بهذا الشكل هذا. غادي نرشوا لها شويه الدقيق من الفوق باش ما تلصقش لينا مع الدلاك، وغادي نطلقوها. فبالنسبه للسمك ما يكونش رقيق بزاف، لانكم ما غاديش تقادوا الصابله ولا شي حاجه، راكم غتقادوا البطبوط. يعني راكم عارفين الحجم ديال البطبوط، ملي كتقرصوا البطبوط كبير كاع يعني خاص كيكون شويه غليظ وعاود كيتنفخ، يعني كيجي هو هذاك. غديروه السمك ديالو يكون مايان، يعني ما يكونش رقيق بزاف، لان الا كان رقيق راه ما غاديش يصدق معاكم. يكون السمك ديالو مايان. غادي نجيب انا كاس ديال العنبه باش غادي نقاد انا. المهم فبالنسبه للحجم كيبقى على حسب الاختيار، يمكن لكم تقطعوا باش ما بغيتو. انا كنجيب شي بلاطو كندير فيه منديل وكنحط فيه البطبوطات الصغار ديالي بهذا الشكل هذا. نتوما كما كتشوفوا كنجمعوهم بهذا الشكل هذا. كما قلت لكم الحجم كيبقى على حسب الاختيار. صافي وكنغطيوهم بشي منديل وكنخليوهم يخمروا. فبالنسبه للعجينه المتبقيه كنعاودو نجمعوها وكنعاودو نخليوها ترتاح واحد شويه، وكنعاودو نطلقوها باش كتجينا ساهله. انا جبت قالب يعني كبير على اولا مول كبير عفوا على ديال العنبه، كاس ديال العنبه. هادو غادي نديرهم في الاناء ديال البانيني. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم جوج افكار، وحده ديال البانيني وحده ديال المقله. يعني اللي اي سيده الفكره اللي بغات تستعملها كلهم كيجيو زوينين. كنجيبوا الاله ديال البانيني وكنديروا فيها البطبوط ديالنا. فبالنسبه للبطبوط انا نسيت ما ذكرت، المهم تبعوا المراحل. منين كنقطعوه راه كنغطيوه بشي منديل وكنخليوه واحد المده ديال 7 دقائق حتى 8 دقائق حتى كيعاود يخمر واحد شويه. عاد كنطيبوه، ما نطيبوهش مباشره. صافي استفناهم في الاله ديال البانيني كنسدو عليهم لمده واحد 4 دقائق. بالنسبه للاخرين اللي غادي يطيبوا في المقله كنجيبوا شي مقله تكون ثقيله. انا استعملت مقله ديال الطيفان، يمكن لكم تستعملوا المقله الوجديه المعروفه ديال الوجده اللي كنستعملوا في البطبوط والمسمن، حتى هي كتجي رائعه. كنديروا البطبوطات الصغار ديالنا بهذا الشكل هذا وكنبقاو نقلبوا فيهم. فبالنسبه للطريقه ديال الطهو ديال البطبوط راه معروفه، كنبقاو نقلبوا فيه حتى كيطيب، كيتحمر من جوج شويه وكيطيب، وكنحيدوه وكنعاودوا نطيبوا الاخرين. فبالنسبه للطريقه راه جميع السيدات كيعرفوها. نتوما كما كتشوفوا كنقلبوهم حتى كنخليهم حتى كيشدوا اللون اللي كتبغيو نتوما، يعني اللون اللي كيعجبكم. انا كيعجبني يكون مفتح واحد شويه، ما يكونش مغلوق بزاف وكحل. هانتوما كما كتشوفوا ديال البانيني بعد ما كدوز عليهم 5 دقائق صافي كنحيدوهم وكنديروهم في شي زيف. كنغطيوهم بشي زيف باش يعرقوا ويجيو رطبين، لان منين كنخرجوهم راه كيكونوا قاصحين حتى كيعرقوا عاد كيرطابوا. صافي غادي نطيب الدفعه الثانيه بهذا الشكل هذا. كنسد عليها حتى هي واحد المده ديال 4 دقائق.
فبالنسبه للاخرين ديال الطفال كنحيدوهم وكنعاودو نديرو الاخرين ونطيبوهم حتى هما كنبقاو نقلبوهم، المهم ما بين 3 دقائق حتى 4 دقائق راه دغيا كيطيبوا. كما قلت لكم انا درت غير ضغيبات صغار، هاد الضغيبات يصلحوا لكم في لي بلاطو صالي، لي بلاطو صالي بريستيج اولا في لي بيفي ديالكم كيجيو رائعين. يمكن لكم تعمروهم بحشوات باردين اولا سخونين اولا حلوين اولا مالحين، داكشي كيبقى على حسب الاختيار. انا اليوم اقترحت عليكم جوج افكار ديال البانيني وديال المقله، ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. انتم كما كتشوفوا كما كيجيو من الداخل راه كيجيو فعلا خاويين، يمكن لكم تعمروهم باش ما بغيتو، كيجيو فعلا رائعين. وهادو كذلك ديال البانيني راه حتى هما كيرطابوا من بعد ما كنغطيوهم وكيجيو خاويين. يمكن لكم تعمروهم بالحشوه ديال الشاورما الكفته، يعني اللي بغيتو كيجيو فعلا رائعين. ان شاء الله تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم، وان شاء الله الكل بالطلب ديال الاخت اللي طلبت مني البطبوط الصغير ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم الحلقه ديال اليوم وتجربوهم. وكما العاده يا خوتي الا عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تبخلوش علينا بجيم الفيديو، اشتركوا دائما في القناه باش دائما توصلوا بجديد الوصفات، شاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمم الفائده. الى حلقه مقبله بحول الله.